السلام عليكم، أهلا بكم يا أبطال جريد 4. درس النهاردة سهل جدا، عايزين نفهمه واحدة واحدة ونركز سوا. لو أول مرة تشوفوني أنا مس منى رومية ودي قناتي، واعملوا لي متابعة عشان تتابعوا معايا الشرح أول بأول، وأتمنى لكم التوفيق جميعا. يلا معايا نشوف ليسون النهاردة. ليسون النهاردة بيتكلم عن ways to write numbers. يعني أنا عندي many ways to write numbers. تعالوا الأول نفتكر مع بعض البليس فاليو شارت كنا بنعمل فيها ايه. تمام، تعالوا نشوف. لو اعطاني النمبر ده، تيجوا نقرأه سوا. كنا بنقرأه ازاي؟ كنا بنقسمه ازاي اصلا؟ كنا عارفين ان احنا عندنا بيت الونس وبيت الثاوزندز وبيت المليونز. تمام، يعني انا عارفة ان انا عندي 3 مليونز 701,024. تمام، طيب انا لما كنت بحب ان انا احطه في البليس فاليو شارت كنت بحط منين؟ كنا بنبتدي من الرايت. بنبتدي من الفيرست نمبر عندي هنا. فيرست نمبر عندي هنا ايه؟ 4. كان ينزل في الوانس 4. هنا بيته فين؟ تنس. ليه؟ مش انا عارفة ان هنا كان وانس تنس هندردز، وهنا وانس تنس هندردز، صح؟ وهنا وانس في المليونز. تمام، يعني هنا هحط 2 في التنس. تمام، وهنا في الهندردز هل هنا عندي حاجة؟ لا، عندي زيرو، احطها زيرو. تمام، في الثاوزندز عندي 1، احط 1. والتنس عندي زيرو. الهندردز عندي 7. وهنا عندي 3، احطها في المليونز. يبقى عندي 3 مليونز 701 و 20. يبقى كده عندي 3 مليونز 701,000 و 24. طبعا ما بقولش في الوانس، ده بيت الوانس ما بنطقوش، ما بقولش 24 وانس، لا. تمام، تعالوا نشوف اللي بعد كده. جايب لي ايه؟ جايب لي اللي بعد كده. هيجيب لي ايه؟ هيجيب لي الويز تو رايت نمبرز، الويز الجديده اللي انا هاخدها النهارده معايا عشان نعرف ان احنا نكتب بيها النمبر. تمام، اول حاجه عندي الستاندرد فورم والاكسبندد فورم والوورد فورم والشورت وورد فورم. تمام، تعالوا نشوف كده. لو عطاني رقم هنا في الستاندرد فورم، 24. تمام، نسيب دلوقتي الاكسباندد فورم شوية، تعالوا نشوف كنا بنكتبها ازاي في الوورد فورم. تمام، عندي هنا ده بيت الوانس، ده بيت الثاوزندز، وده بيت المليونز. يعني هنا وانس، وهنا thousands، وهنا ايه؟ مليون. تمام تمام، انا كنت لما باجي اكتبها كنت ببتدي من الرايت ولا من الليفت؟ تمام، انا هكتبها يبقى ايه؟ يبقى انا هقرأها منين؟ من الليفت. تمام، هتبقى 3 مليونز هتبقى 3 مليون، واعمل كوما 700.
1000 و24. يبقى الوورد فورم بتاعي. تمام. طب الشورت وورد بتاعي، الشورت وورد فورم بتاعتي كنت عادي، كنت بغير بدل ما اكتب الوورد كده كاملة، لا كنت بكتب 3 مليون 700، كنت بكتب 701,000 و24. عادي كنا بنكتب 24 و24 عادي كنت بكتب 24. تمام. اخر حاجة عندي الاكسبندد فورم. تعالوا نشوف كده الاكسبندد فورم دي عبارة عن ايه. الاكسبندد فورم بتاعتي دي بغير كل ديجيت وبكتبها بالفاليو بتاعها. يعني ايه؟ تعالوا نشوف. مش انا عارفة ان الفاليو بتاعة ال3 مليونز كنا بنكتبها كده، كنا بنكتبها 3 وقدامها كام؟ 0 1 2 3 4 5 6 زيروز، كنا بنكتب قدامها 6 زيروز. يعني انا همسك كل نمبر هنا واحط الفاليو بتاعته واعمل لهم ادنج. دي كده الاكسباندد فورم بتاعتي. تمام. النمبر اللي بعد ال 3 مليونز عندي ايه؟ 700,000 700,000. النمبر اللي بعده عندي الزيرو. هل الزيرو لما نيجي نكتبه ونعمل له ادنج هل ليه هيكون ليه قيمة؟ لا عادي زيرو. طيب اللي بعده هيبقى ال 1000 3 زيروز. اللي بعده زيرو برضو هحطه ملوش لازمة فما اكتبوش. عندي هنا 20 هكتب 20 بلس 4. يبقى انا كده عملتها في الاكسبندد فورم بتاعتي. لازم النهاردة اكون عارفة ازاي بيكون شكلها في الستاندرد فورم، وازاي اكتبها في الاكسبندد فورم والوورد فورم والشورت وورد فورم. ليه؟ لاني ممكن يجيبها لي ستاندرد فورم ويقول لي اكتبها لي وورد فورم، ممكن يجيبها لي وورد فورم ويقول لي اكتبها لي اكسبندد فورم. فلازم نعرف كل طريقة ونعرف ازاي نكتبها فيها. تمام. تعالوا نشوف اول سؤال عندنا بيقول ايه. بيقول write each number in standard form. تمام. وجايب لي النمبر ده شكله صعب. لا مش صعب خالص. تعالوا نشوف كده اول واحدة هنحلها ازاي. انا عارفة ان كل نمبر ليه ايه؟ البيت بتاعه، ليه البليس بتاعه. تمام. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض. يعني انا عارفة ان في بيت once وفي بيت thousands وفي بيت millions، صح؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض واحدة واحدة ونمشيها واحدة واحدة عشان ما نتلخبطش. تمام. انا عارفة ان اول بيت في الونس اللي هو الونس. تمام. يعني one digit. هل هنا في one digit؟ لا، ده 2 digit وهنا 3 digit، يبقى احط 0. تعالوا نشوف اللي بعده. هل في 2 digit؟ النمبر 30، يبقى احط هنا 3، يبقى ده البليس بتاعه، نكتب 3. هل هنا في نمبر في 3 digit؟ ال 400، نحط ال 400 مكانها. اللي بعدها هنا المفروض يبقى قدامها 3 digit. هل هنا في نمبر قدامه 3 digit؟ لا، يبقى نحط 0.
هل هنا في نمبر قدامه 4 digit؟ لا، ده هنا كام؟ 1 2 3 4 5 digit، يبقى هنا كمان 0. ها، يبقى 6 هبتها هنا. اصلا جايب لك ان هي اسمها 600,000، يعني 600,000، يبقى بيتها لازم يكون ايه؟ هنا في ال 100,000. تمام. اللي بعدها لازم يكون قدامها كام ديجيت؟ لازم يكون قدامها 6 ديجيت. هنا في 6 ديجيت؟ لا. تمام، يبقى حط 0. تمام، يبقى هنا بيتها اهو 20 مليون. بيتها في ال 20 مليون. تمام، تعالوا نشوف اللي بعدها قدامها كام ديجيت. قدامها هم. تعالوا نشوف اللي بعدها. هم. هنا المفروض يكون في نمبر قدامه كام ديجيت؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. المفروض يكون قدامه 8 نمبرز. تمام، هل هنا في 8 نمبرز؟ هنا 6 7 8. ايوه، يبقى هنا البليس بتاع ال 300 مليون. تمام، هنا المفروض يكون عندي ايه كمان في بيت المليارد؟ شوف اللي بعدها، المفروض تكون 9 مليارد. هل في هنا زيادة اكتر عن ال 9 مليارد؟ لا، يبقى ما احطش اي حاجة، اسيبهم مكانهم. يبقى انا كده عرفت النمبر بتاعي، يبقى 9 مليارد 320 مليون 600,000 430. تمام، يبقى انا كده عرفت النمبر بتاعي، غيرته من الاكسبندد فورم تو ستاندرد فورم. تمام، تعالوا نشوف نمبر بي. نمبر بي هنا جايبها لي بايه؟ جايبها لي بالوورد فورم، جايبها لي وورد فورم وعايزني اكتبها ستاندرد فورم. سهلة. عندي هنا 3 مليارد 600 مليون 540,000 650. يعني بس انا عارفة ان كل برضو بيت ليه ال 3 ديجيت بتوعه، في الوانس وفي التنس وفي الهندردز. وانس تنس هندردز، وانس تنس هندردز. تمام، اول حاجة قال لي 3 ملياردز. انا عارفة ان ده بيت الوانس، بيت الثاوزندز، بيت المليونز، بيت المليارد. تمام. 3 ملياردز يبقى هنا. تمام، خلصنا كده دي. ها، 600 مليون. انا عارفة ان 600 فين بيت ال100 اهي، يبقى اكتب هنا 600 مليون. هل قال حاجة تانية في بيت المليون؟ لا، فاكتب زيروز. يبقى انا كده خلصت دي. ها، 500 احط 5 هنا. ها، 40,000 540,000 في بيتها. يبقى انا خلصت البيت ده. ها، 650 يبقى 600 في بيتها. ها، 50 في بيتها. يبقى انا كده كتبت النمبر بتاعي، كان جايبهولي في الوورد فورم وحولته لايه؟ لستاندرد فورم. تمام، تعالوا نشوف اللي بعدها. جاي يقولي write each number in word form، واعطيلي النمبر ده اللي هو الستاندرد ايه فورم. طيب انا عارفه لما كنت باجي اعمل له ريدنج كنت بقراه، بعمل له ريدنج من الرايت ولا من الليفت؟ لا، من الليفت، من هنا. تمام، اول حاجه هاجي اقسمها اشوف ده بيته فين. ده في الوانس، وده في الثاوزندز، وده في المليونز، وده في المليارد. تمام، تعالوا نكتبه مع بعض in ايه in word form. يبقى عندي 4 4
مليارد. عندي حاجة في بيت المليون في الهندرد أو في التنس؟ لا، يبقى اكتب 8 مليون. تمام، نخش على بيت الثاوزندز. عندي ايه؟ عندي 11، بكتب 11,000. وبعدين عندي هنا حاجة في الهندردز؟ لا، عندي 91. طبعا ما بقولش ان هي في بيت الونس. 91 بس كده. يبقى انا كده اول واحدة خلاص كتبتها في الوورد فورم. تعالوا نشوف النمبر اللي بعد كده. نمبر بي جايبهولي in expanded form. زي ما عرفنا في المرة اللي فاتت مش صعبة خالص. بكتب البيوت بتاعتي. عندي once thousand، عندي once tens hundreds، once tens hundreds، once tens hundreds. طبعا عارفة ان ده بيت الونس، ده بيت الثاوزندز، ده بيت مين؟ المليون. تمام. اول حاجة لازم first number عندي هنا يكون 1 digit. فين ال 1 digit؟ اهو. يبقى اكتب هنا 3. تاني نمبر 2 digit، يبقى هنا ده 3 digit. طبعا انا عارفة ان هنا بيتكتب الفاليو بتاعه، يعني ما اكتبش هنا 10، ما اكتبش هنا 500. انا باخد الفاليو بتاعتها، يعني انا بشوف واقف قدامه كام نمبر. 2 نمبرز هنا في الايه، في ال 500، وهنا 1 نمبر. تمام. انما ما اشوفهاش اقول ايه، لا ده انا اكتب هنا 10. اكتب 10 فين؟ انا بشوف كل فاليو واحط الايه النمبر مكانه. تمام. هنا هل في نمبر قدامه 3 ديجيت؟ لا، يبقى نحط 0. هل في نمبر قدامه 4 ديجيت؟ ايوه، هحط الفور. في نمبر قدامه 5 ديجيت؟ ايوه، ال 200. تمام. هل هنا في نمبر قدامه 6 ديجيت؟ ايوه، 7. بنكتبها في المليون، 7 مليون. هل هنا في ديجيت قدامه 7 ديجيت؟ ايوه، 6. يبقى نعرف نقرأ الرقم دلوقتي ولا لا؟ اعرف اقرأه. بقى عندي 67 مليون 240,530. بس كده، مينفعش اقول once. تمام. عايز النمبر بتاعي in word form لسه. انا يا دوبك عملتها في الستاندرد فورم. ما ينسبش السؤال كده ونمشي، لا انا لسه ما خلصتوش. تعالوا نكتبها في الستاندرد فورم. قلنا ان ده بيت المليون، ده بيت الثاوزندز، وده بيت الونس. تمام. تعالوا نكتبها فين؟ في الوورد فورم. هيبقى عندي 67 مليون 200 40,000.
500 30 13 يبقى دخلنا كل رقم، كل نمبر، كل ديجيت في ايه، في بيتها. يبقى عندي هنا 67,240,513. تمام. تمام، تعالوا نشوف اللي بعدها. write each number in expanded form. سهلة وعارفينها. تمام، تعالوا نشوف. نمبر ايه، عارفة ان انا باخد كل ديجيت من الهايست ديجيت. ببدأ من الهايست ديجيت. تمام، باخد كل ديجيت واحطه بالفاليو بتاعها وبعدين اعمل لهم adding. يعني عندي هنا بيت الوانس، بيت الثاوزند، بيت المليون، بيت المليارد. تمام، يبقى انا لو خدت 1 مليارد لازم يبقى قدامه كام ديجيت؟ 9 ديجيت، 9 0. يبقى 1 وقدامها 9 0. تمام، واعمل لها adding للنمبر اللي بعد كده. 3. 3 قدامها كام ديجيت؟ قدامها 8 ديجيت. 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى قدامها 8 ديجيت. يبقى هنا 3 بحط الفاليو بتاعت ال3. يبقى 300 مليون. تمام، هنا 0 برضو الفاليو بتاعها ب0. اللي بعده 4 حط الفاليو بتاعتها. اللي بعدها ب0 محطش الفاليو بتاعتها. اللي بعدها ب0 و0. خلاص، يبقى دول راحوا. اخر حاجة ال5. تمام، يبقى دي كده نمبر ايه. نمبر بي هنا جايبها لي في الستاندرد فورم برضو، وعايز نخليها ايه، اكسبندد فورم. عارفة ان ده بيت الوانس، بيت الثاوزندز، وبيت المليون. عايزة اشيل كل نمبر واحطه في الفاليو بتاعته. تمام، يبقى هنا 5 واحط الديجيت بتاعتها. ليه؟ لانها 50 مليون. تمام، واعمل لها ادنج واحط اللي بعدها 0 ملهاش فاليو. تمام، اللي بعده 6. نحط الايه، الفاليو بتاعتها. بنشيل اللي قدام النمبر ونخليه كله ب0. اللي بعده ب0 راح، واللي بعده ب0 راح. 200 نكتب 200. اللي بعدها ب0 راحت. 4. يبقى انا كده كتبت الاكسبندنت فورم بتاعتي. هنا بقى جايب حاجة اسمها composing and decomposing numbers. يعني ايه؟ هياها نفس الطريقة بتاعت الاكسبندنت فورم بس متغيرة شوية. يعني انا هنا عاطيني نمبر بيقول لي ايه، بيقول لي 5,456,387. تمام، وجاي يقول لي خليها في الايه، في الديكومبوزنج نمبرز. يبقى انا كده عرفت ان ده اسمه composing number. يبقى النمبر put ايه together. انما decomposing
numbers mean broken apart، يبقى انا بقسمه يعني بعمل له expanded form، بكتبه في expanded form. تمام. هنا عرفنا ان هي اسمها ايه؟ 5,456,387. تمام. انا عارفة ان انا لما كنت باخدها يا مس في الاكسبندد فورم كنت بكتب كل نمبر بالفاليو بتاعته. يعني هنا 5 يبقى قدامها 6 ايه؟ zeros. هنا 400 يبقى 400,000. هنا 5 ايه؟ تبقى 50,000. وهنا 6,000. وهنا 300. وهنا 80. وهنا 7. تمام. طب الواي التانية بقى اللي انا هاخدها دلوقتي وعايزة افهمها واحدة واحدة، بنعمل ايه؟ بناخد، انا عارفة ان انا باخد كل نمبر وبكتبه بالفاليو بتاعه، صح؟ طب مش انا عارفة ان ال7 دي كأني عاملة لها تايمز 1، وعارفة ان ال80 دي كأنها 8 بس تايمز 10، صح؟ تمام. تعالوا كده نفهمها واحدة واحدة. يعني أنا عارفة إن النمبر ده كأنه إيه؟ تايمز 1، والنمبر ده كأنه تايمز 10. طيب ال 300 دي كأنها تايمز إيه؟ كأنها 3 تايمز 100. تمام. طب ال 6 هنا كأنها 6 تايمز 1000. تمام. يبقى أنا كده فهمت إن أنا أقدر أشيل الزيروز دي وأكتب التايمز بتاعها. تمام. يبقى اكتب التايمز بتاعها. يعني هنبتدي مثلا، احنا ممكن نبتدي من السمولست او من الجريتست نمبر، بس احنا عامة بنبتدي عادي من الجريتست. عشان ايه؟ نعرف نكتبها، عشان ما نتلخبطش، نعرف ان احنا بنبتدي من ايه؟ من بيت، اكبر بيت عندنا. تمام. اللي هو بيت مين؟ المليون. بيت المليون اللي هو الفايف، يبقى كأنه 5 تايمز 1 مليون. تمام. وبعدين الفور، 4 تايمز ايه؟ 1 100,000. تمام. وبيت الفايف كأنها عملت لها تايمز ايه؟ 10,000. طب السكس كأنها عملت لها تايمز 1000. طب الثري كأني عملت لها تايمز 100. والايت عملت لها تايمز 10. والسفن كأني عملت لها تايمز 1 وعملت لهم ادنج. انا مش فاهم حاجة، انا عايزة افهم واحدة واحدة. تمام. تعالوا نشوف. هنا عندي composing and decomposing numbers. تمام. وعندي two ايه؟ two ways. طب تعالوا نشوف كده النمبرز ده اللي انا هكتبه، وعايزة حد شاطر يسبقني ويعمله. قلنا ان انا عندي two ايه؟ two ways. عندي الاكسباندنج فورم بتاعتي اللي انا عارفاها. تمام. يعني composing ده كده put together. decomposing numbers كأني عملت لهم apart، كأني فصلتهم عن بعض. تمام. تعالوا كده نشوف. اول حاجة قلنا ان انا باخد كل numbers. يعني انا عارفة ان ده بيت الوانس، بيت الثاوزندز، بيت المليون. تمام. باخد كل numbers وبجيب الفاليو بتاعته واعمل لهم adding. طب تعالوا ناخد الكبير عندنا هنا في المليونز، نكتب له 7. الفاليو بتاعته 7 ايه؟ مليون. بلس النمبر اللي بعده 5، 500,000. بلس الزيرو ليه فاليو؟ لا، اسيبه زي ما هو، ما نجيش جنبه. 4,000. النمبر اللي بعده 200. النمبر اللي بعده 10. والنمبر اللي بعده 3. حتى اخر رقمين، ما انا ممكن اكتب 30 على طول. لا، حتى اخر رقمين انا بكتب كل نمبر بالفاليو بتاعته. يبقى انا بمشي نمبر نمبر.
ماليش دعوة هنا كان 13 اقدر اكتبهم جنب بعض، لا هو هنا قالك اكتبي لي expanded form، يعني افصليهم عن بعض خالص. تمام. الواي الجديدة بقى اللي احنا عايزين نفهمها واحدة واحدة، تعالوا نفهمها. مش انا عندي هنا 3، يعني ال 3 ده مكانه في البليس بتاعه كأني عملت له تايمز 1، هل كده اتغير؟ لا. طب انا عندي كده هنا في البليس بتاعه اسمه ايه؟ اسمه 10، يعني كأنه عملت له تايمز 10، يبقى 1 تايمز 10 ب 10. طب ال 2 اللي هنا انا ايش عرفني ان هي 200؟ عارفة ان هي 200 عشان هي في البليس بتاع ال 100، يعني كأن عملت لها تايمز 100. طب ال 4000 هنا كأنها 4 عادية بس عملت لها تايمز 1000. طب الزيرو عادي برضو كأني عملت له تايم ايه؟ 10000. وهكذا مع باقي الأرقام. تعالوا نشوف بقى واحدة واحدة كده. هنا أنا عايزة أعمل لها في الويت التانية. تمام، هنبتدي من الآخر ولا من الأول؟ عادي، بس احنا بنبتدي من مين؟ من الكبير. تمام. يبقى ال7 عندي كأني عملت لها تايمز ايه؟ أنا عارفة إن دي 7 مكانها في المليون، يبقى كأني عملت لها تايمز 1 مليون. حطها جوه براكت بلس النمبر اللي بعد كده جايب لي ايه؟ 500,000، يعني كأنها 5 عملت لها تايمز ايه؟ 100,000. تمام، احطهم جوه براكت. النمبر اللي بعد كده الفور كأني عملت لها تايمز ايه؟ كأني عملت لها تايمز 1000. نمشي بالراحة ونفكر واحدة واحدة عشان ما نتلخبطش. كأني عملت لها تايمز 1000، نحطها جوه براكت. اللي بعد كده عندي التو. التو مكانها فين؟ في ال100، يعني أنا كأني عملت لها تايمز 100. طب ال10، ال10 كأني عملت 1 تايمز 10. طب ال3 كأني عملت 3 تايمز 1. حطه في براكت. كده مفهومة؟ كده مفهومة. يبقى كده المنظر التاني بتاعي، يعني أنا عندي هنا two ways. الفيرست ways بتاعتي اللي هي الاكسباندنج فورم اللي أنا عارفاها واشتغلنا بيها وعرفناها وطلعت سهلة خالص، إن أنا بشيل كل نمبر وبكتبه بالفاليو بتاعته، وكل فاليو قدامه الديجيت بتاعته اللي هي بزيرو، وبعمل لهم ادنج. طب الواي التانية، الواي التانية إن أنا بعمل لهم ايه؟ ادنج، بس بطريقة تانية. بجيب ال7 وبشوف الفاليو بتاعتها موجودة في بيت ايه، وبكتبها ايه؟ تايمز البيت بتاعها. يعني مثلا عندي 7 مليونز، يبقى 7 تايمز 1 مليونز. طب عندي 500,000، يبقى هكتب 500، هكتب 5 تايمز 100,000. وهكذا 4، الفور بيتها فين؟ في الثاوزند، هتبقى 4 تايمز 1000. طب التو بيتها فين؟ في الهندردز، يبقى 2 تايمز 100. التن بيتها فين؟ في التنس، يبقى بلس ايه؟ 1 تايمز 10. الثري بيتها فين؟ في الوانس، يبقى بلس 3 تايمز 1. تمام. تعالوا نشوف بقى. complete the following. جايبها لي composite وعايز نكتبها decomposite. تمام، انا عرفت ان انا باخد كل نمبر وبعمل له ايه؟ الفاليو بتاعته. تمام، بس هنا عايزه decomposite على طول، انما هنا كنا قلنا ايه؟ كنا قلنا الاكسباندنج فورم وبعدين غيرناها للويز التانية. هل احنا نقدر ان احنا نكتبها على طول في الديكومبوزيت؟ نقدر، مش صعبة خالص. هنشوف ده بيت مين؟ ده بيت الوانس. ده بيت
الثاوزندز، بيت المليون، ده بيت المليارد. تمام، سهلة خالص. ده بيت المليارد، يبقى ماليش دعوة، افتح البراكت بتاعتي واكتب ال7. ده بيت الملياردز، صح؟ بيت المليارد يعني اعمل لها تايمز 1 مليارد. ماليش دعوة، باخد كل نمبر وبكتب اعمل له تايمز البيت بتاعه. تمام، هعمل لها بلس 500 مليون. تمام، يبقى اكتب 5 وماليش دعوة، هعمل لها تايمز 100 مليون. واقفل البراكت. تمام، نفتح البراكت تاني. هنا في 4 هنا في 0 ليها لازمة؟ لا. الفور، يبقى اكتب 4 مليون، يبقى 4 تايمز 1 مليون. سهلة جدا. هنا 0 ليها لازمة؟ لا. يبقى 90,000، يبقى اكتب 9 تايمز 10,000 واقفل البراكت. عندي 2000، يبقى 2 تايمز 1000. سهلة جدا، مفيش حاجة صعبة. نقفل البراكت بتاعنا. 400، يبقى 4 تايمز 100. وبعدين هنا في بلس احنا نسيناها، اوعى ننسى البلس، اوعى ننسى نعمل بلس، نعمل ادنج. تمام، اللي بعد كده ايه؟ ال10 هتبقى 1 تايمز 10 بلس ايه؟ ال5 هتبقى 5 بلس 1، 5 تايمز 1. هنا جايبها لي دي كومبوزيت وعايز نكتبها كومبوزيت. نعملها ازاي؟ ابتدي كل واحد وبيته. لما كنا بنيجي بنكتبها منين؟ نكتبها من الصغير، كل واحد وبيته. نبتدي الأول بالوانس وبعدين بالثاوزندز وبعدين بالمليون. أول واحدة جايبها لي 9، صح؟ مش أنا عارفة إن دي بيتها الوانس ليه؟ أهو تايمز 1، يبقى بيتها في الوانس، يبقى نكتب 9. تاني واحدة تايمز 10، أعرف على طول إن بيتها في التنس، يبقى 6. هل في هنا حاجة تايمز 100؟ لا، يبقى اكتب 0. اللي بعدها هنا بيتها فين؟ في الثاوزندز، في ال1000 اهي، يبقى بيتها هنا في ال1000. تاني واحدة فين؟ اهي في ال10,000 اهي، يبقى اكتب 7 في بيتها. وبعدين هنا في ال100,000 يبقى ال4 بيتها هنا. نمشي واحدة واحدة هنلاقي الدنيا سهلة. هنا اهي بيتها في التنس، يبقى مفيش حاجة في الوانس، يبقى اكتب هنا 0. هنا 10 ايه؟ 10 مليون. تمام، يبقى اكتب هنا ال5 في بيت ال10. وهنا في ال2 هنا ايه؟ تايمز 100 مليون، يبقى بيتها هنا في الايه؟ في ال100 مليون. وال3 في المليارد. وبكده نكون خلصنا lesson 3 و4 اللي احنا بنكتب فيها الفورم بتاعة النمبرز. عرفنا مع بعض الستاندرد فورم والوورد فورم والشورت وورد فورم والاكسباندنج فورم، وبعدين عرفنا ان احنا نقدر نستخدم الاكسباندنج فورم في ان احنا نكتبها
composed ودي composed ايه numbers. تمام، عايزاكم تتابعوا معايا الشرح اول باول وتعملوا اشتراك وتعملوا شير لزمايلكم لو استفدتوا عشان تفيدوا صحابكم معاكم، وعايزاكم تعملوا لايك، واي سؤال تكتبوه لي تحت في التعليقات وانا هتابع معاكم سؤال بسؤال، واشوفكم باذن الله على خير الليسون الجاي، وبالتوفيق للجميع.